يوتيوب نشر تنبيه رسمي عن 3 مشاكل أساسيين، وخلينا نشرحهم واحدة واحدة باللغة البسيطة وبسهولة. المشكلة الأولى مشكلة مزمنة في بيانات الإحصائيات. أول مشكلة هي أن الإحصائيات نفسها مش بتتحدث بشكل طبيعي. ممكن تدخل على فيديو تلاقيه مشاهداته قليلة فجأة، لايكاته مش ثابتة، أرقام مش منطقية. وده مش معناه أن الناس ما بتتفرجش، لا، دي مشكلة في عرض الأرقام نفسها. وانا شخصيا حصل معايا كده في الفيديوهات، الاحصائيات بتتأخر وبعدين ترجع تتظبط لوحدها. المشكلة التانية تأخير معالجة الفيديو. المشكلة التانية ان الفيديو بعد ما يتنشر يتأخر في المعالجة. يعني ايه؟ يعني الجودة العالية تتأخر، الفيديو ما يظهرش بسرعة في البحث، اول ما يوصل للناس في اقل في الاول. وده حصل معايا فعلا، ان الفيديو اتنشر لكن اخد وقت اطول عشان يظهر طبيعي عند الناس. والمشكلة التالتة ضربات البث المباشر. المشكلة التالتة دي كانت في البث المباشر، وده يوتيوب قال انها اتحلت، كانت مؤثرة على البث المباشر والاتصال والثبات، بس الحمد لله المشكلة اتحلت رسميا. هل المشكلة دي خطيرة؟ لا، ومهم تسمع الجملة دي كويس، مش عقوبة، لا، ولا حظر، ولا مش ضعف محتوى. دي مشكلة تقنية بتحصل على مستوى يوتيوب نفسه. تعمل ايه دلوقتي؟ مهم جدا، لو قناتك صغيرة او لسه بتبدأ اعمل 3 حاجات دول. كمل نشر طبيعي، ما تحذفش اي فيديو، ما تحكمش على اي فيديو من اول يوم، لان يوتيوب بيرجع يعالج كل حاجة زي ما كانت. لو حصل معاك اي حاجة من اللي قلتهم اكتب لي في التعليقات وقول لي حصل معاك ايه. ولو حابب تعرف اخبار يوتيوب اول باول اشترك في القناة عشان ما يفوتكاش اي تحديث.